السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكه بسيطه هشه ونافشه وخفيفه جدا جدا. مكوناتها بسيطه موجوده في كل بيت. هنعملها ان شاء الله بطعم البرتقال وكمان من غير بشر برتقال، لان في ناس كتير جدا ما بتحبش حكايه بشر البرتقال جوه القطعه كده، بتبقى صعبه عليها انها تاكلها. تمسكوا القطعه من الكيكه دي كانكم مش ماسكين اي حاجه خالص، ملهاش اي وزن، خفيفه عامله زي الاسفنجه بالظبط. يلا بينا نسمي الله ونشوف المكونات بتاعتنا وطريقه التحضير. حابه قبل ما ابدا اقول لكم لو اول مره بتشوفوا القناه يا ريت تشتركوا فيها ولايك وشير اذا عجبكم الفيديو. اول حاجه هنجهز الصينيه بتاعتنا. الصينيه دي مقاس 28، هنبطنها دهنه سمنه وشويه رشه دقيق كده اهوت، هنبطن بيها الصينيه كلها وهنتخلص من الدقيق زياده، وده طبعا علشان ما تلزقش. في كاسة الخلاط هنحط 3 بيضات حجم وسط بدرجة حرارة المطبخ، عليهم كوباية وربع من السكر. والمج اللي استخدمته ده المج العادي اللي هو مقاس 125 مللي بتاع الشاي العادي. عليهم باكو من الفانيليا بطعم البرتقال، وده السر بقى في اللون والطعم اللذيذ جدا جدا. طعم البرتقال هيبقى واضح فيها جدا لعشاق البرتقال. ومعاها كوباية الا ربع من الزيت، زيت ذرة طبعا او دوار شمس. هنشغل الخلاط لحد لما يديني خليط كريمي وناعم ولونه فاتح، والى حد ما كده يكون السكر داب فيه. بعد كده هنزود كوباية من عصير البرتقال وهنشغل مرة تانية لحد لما المكونات كلها تختلط ببعضها ولونه يبقى فاتح بالشكل ده. هنجيب بولة عميقة وننزل فيها المكونات السائلة، وهنضيف عليهم بقى المكونات الجافة بتاعتنا، عبارة عن كوبايتين ونص من الدقيق، نفس وزن كوباية اللي عايرت بيها السكر اللي هي 125 ملي. استخدمت دقيق فاخر جميع الأغراض. هزود عليهم بيكو كامل من البيكنج باودر اللي وزنه 16 جرام. واخر واهم حاجة في المكونات الجافة معلقتين كبار من النشا. والنشا هنا هي سر نجاح الكيك، بتخلي الكيكة هشة ونافشة ولونها فاتح جدا، وكمان ملهاش اي وزن، تبقى فعلا وحقيقي عاملة زي الاسفنجة بالظبط. هنقلب كل المكونات بالمضرب اليدوي او حتى بسباتيولا في اتجاه واحد، ومش هنقلب كتير لحد بس لما المكونات الجافة تختفي في المكونات السائلة. بعد كده هننزل الكيك في الصينية اللي احنا جهزناها في الاول، وهنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما ادخل الصينيه ب10 دقايق. واهم حاجه همشي بخله كده على العجين، رايح جاي كده خطوط عشوائيه علشان اخرج اي هواء زياده وما تعملش فقاعات على الوش. هدخل الصينيه طبعا في النص على الشبكه، هتقعد من 40 ل 45 دقيقه. هتختبريها بخله قبل ما تخرج. لو لقيتيها استوت خلاص هتطفي الفرن وهتسيبيها شويه تهدى بس 3 دقايق، وبعد كده تخرجيها وتسيبيها تهدى خالص قبل ما تقطعيها علشان ما تفرولش وما تتفرفتش. وبس كده الكيكه بتاعتنا خرجت من الفرن، ريحتها قلب الدنيا، ريحتها تحفه وطعمها خطير. شايفين القطعه متماسكه جدا وهشه وخفيفه ولونها فاتح من جوه. وطبعا هي لسه انا ما صبرتش عليها لحد ما تبرد، هي لسه سخنه فانا مش عارفه امسكها كويس، ومع ذلك خرجت من صينيه سليمه ما تفرولتش اثناء التقطيع. الكيكه ناجحه جدا، مكوناتها بسيطه موجوده في كل بيت. هكتب لك كل المكونات في صندوق الوصف، وهقول لك كمان قبل ما اقفل الفيديو على كام نقطه كده علشان تطلعي كيك ناجح جدا وما يهبطش منك. اولا مهم جدا في المكونات انك تستخدمي النشا. معلقتين النشا دول سر فظيع بيطلع الكيكه هشه زي ما انت شايفه كده ولونها فاتح ومتماسكه، وكمان المسام بتاعتها بتكون ضيقه. في نقطه كمان خاصه بالتسويه مهمه جدا، بعد ما تتاكدي ان الكيكه خلاص استوت ما تخرجهاش من الفرن على طول. طفي النار وافتحي الباب وسيبيها دقيقتين كده لحد ما تهدى علشان ما ترجعش تهبط تاني بعد ما تكون ارتفعت وخدت الارتفاع اللي انتوا شايفينه ده. واحلى صواني تسوي فيها الكيك هي صواني الالومنيوم، بتوزع الحراره كويس جدا وبتطلعها ناجحه ومرتفعه وزي ما انتوا شايفينها كده. مستنياكم تجربوها وتكتبوا لي رايكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.